السلام عليكم اخوان، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين بصحه جيده. المهم غنعطيكم الراي ديالي على افضل واهم الاسئله اللي خصك تطرحها على راسك في هذا العام الجديد. اول سؤال اللي هو علاش باغي تغير؟ شنو هو الدافع ديالك اللي باغي انك اللي كيخليك انك تغير، باغي تغير، انك عندك واحد الرغبه ديال التغيير؟ شنو هو ديك الدافع؟ هذا خصك تعرفه، فهمتي؟ يبان لك هذا السؤال بسيط، ولكن راه عميق ديال بصح، لان هاد السؤال هذا غتعرف السبب الحقيقي علاش انتينا باغي تغير. كاين بزاف ديال الناس باغيين يتغيروا فقط لانهم عندهم واحد النقص، هو اللي كيخليهم، او هو اللي كيديهم واحد الدافع انهم ي- يتغيروا، فهمتي؟ نعطيك مثال. مثلا شي واحد مثلا باغي يولي كيتريني، يولي بطل ديال كمال الاجسام. كاين بزاف ديال الناس اللي باغيين يدخلوا الكلوب فقط باش يبانوا، او لا فقط انهم المجتمع كيشوفهم بواحد النظره ناقصه، فهو كيدخل الكلوب فقط باش انه ديك يرجع يعني الاهتمام ديال الناس ليلو، فهمتي؟ او الانظار، فهمتي؟ كاين بزاف ديال الاسباب. المهم هاد السؤال هذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني علاش ركزت بالضبط. المهم اول سؤال هو هذا. ثاني سؤال وهو هاد العام اللي فات 2024 شنو هما الدروس اللي استفدت منه؟ انت كواحد الشخص اللي مريت من هذا العام هذا، فتكون جربتي بزاف ديال التجارب وعرفتي بزاف ديال المعلومات وبحثتي وجربتي المهم هادو ضروري خصك دير منهم واحد بزاف ديال التجارب، وبزاف ديال الاغلاط عملتيهم، وبزاف ديال الفشل اللي عملته، وكان بزاف ديال الاسباب ديالهم. فانت خصك تعرف الاسباب اللي خلاتك ان هاد العام اللي فات ما تغيرش حياتك. علاش؟ سول راسك علاش ما تغيرتيش في العام اللي فات، وشنو هما الدروس اللي استفدتيهم هذا العام اللي فات اللي غتقدر انك تطبقهم في هذا العام الجديد، وانهم يزيدوا بكم القدام، وكذلك باش انكم تفادوا الاغلاط اللي عملتوهم في العام اللي فات. اوكي، هذا هو السؤال الثاني. والسؤال الثالث، واللي هو شنو هما الاشياء اللي خصك تعملهم اللي غيعاونوك بزاف باش انك تكون مستمر في التغيير ديال هذا العام الجديد هذا. خصك تسول راسك هذا السؤال هذا، وراه الدومين اللي او الهدف اللي وضعته، وخصك تعرف ضروري مثلا ديك المثال الاصدقاء اللي خصك تجمعهم بين دايرين بك يكونوا حتى هما واضعين هاد الاهداف هادو وكتمشى معاهم التينويه. المهم فكره وضحت واخيلا. يعني شنو هما الاشياء اللي غادي يخليوني انني ما نوقفش وما نفشلش؟ كما قلت لكم ان الاصدقاء كيلعبوا واحد الدور اللي هو كبير بزاف، فلذلك ضروري خاصكم يعني يكونوا عندكم واحد الاصدقاء اللي عندهم نفس الاهداف ديالكم. تفرجوا في بودكاستات محتوى اللي كيوضوا على الاهداف اللي وضعته. المهم كنتمنى انكم تفهموني. انا هضرت عشوائي الصراحه، ما فكرت ما والو، جاتني الفكره ديال انني نوضع هذا الموضوع هذا، صافي شبات فكره ووضعت عليها عشوائيا. كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. خلي شي تعليق ديالك في التعليقات، كيف ما كان هاد التعليق هذا. المهم خلي معك شي تعليق، شي لايك ديالنا. مع السلامه.